أنا وأنت رفاق الدرب يا بلايا، يا بدي كون ملك الحب يا بلاه. صرت خايف علي التوب يا بلاي، مروا ما يعرفوني الأحباب ويلهاي. سلام، انطلب مني مقارنة ما بين ابتسم أيها الجنرال والزند ذئب العاصي. بس قبل المقارنة رح أحكي لكم توضيح لكم شغلة بسبب الفيديو القديم. أولا أنا بحترم كل الآراء، يعني أكيد حدا بينزل فيديو على اليوتيوب لازم يحترم كل الآراء. في آراء فيك تحترمها وفي آراء ما فيك تحترمها. مثلا حدا كتب لي أنت مين؟ أنا بحب أقول لك إذا أنت مانك متابعني هي مشكلتك. هلا أنا دارس تمثيل وبعرف قيم وبعرف انقد مشهد، فهمان بهذا المجال. التعليقات الثانية تبع روح أنت أنتج هيك مسلسل. أنا ليش لحتى أنتج؟ سؤال، اللي لازم ينتج مثل هيك أعمال واللي بيقدروا ينتجوا 7 أعمال 7 مسلسلات خلال الموسم الرمضاني هن جماعة التيك توك، اللي كل واحد عاملين لي إياه تشي جيفارا السوريين اللي بيحكي باسم الأحرار كتير، مثلا يمان نجار وغيره وغيراته. روحوا طالبون إلهم، ليش عم طالبوني إلي أنا عدم مؤاخذة ما استفدت لا من هون ولا من هون. أنا هون مجرد عم بحكي نقد عادي، لأني أنا عم بعطي دليل على كلامي، عم طالع مشهد من المسلسل دليل على كلامي، مو إنه والله عم جيبه من عند حالي. مثلا اجاني كتير نقد انه انت باين عليك مو حضران المسلسل لانه وضاح نعرف مكانه، حيدر عرف مكانه. انا ما عم بحكي لك على فكرة انه حيدر عرف مكانه ولا لا، انا عم بحكي لك ظاهريا بالنسبه للقياده ما عرفت مكانه، يعني فرات ما عرف مكانه. فهذا الشيء بيدل انه هن حابين يزودوا المشاهد الدراميه اكثر، يعني يزودوا الموقف الدرامي اللي بنوا لنا اياه. هذا قصدي. هلا هو عرف، بس شو السبب انه ما راح تدخل، مع انه هن ببدايه المسلسل كانت مشكلتهم وضاح، هي مجرد عبايه حلقات، يعني بس مشان يصير مواقف. في تعليق تاني مثلا تبع انه اذا انت ما بتعرف بالعقيده او بالطائفه الفلانيه انه هن بيحلفوا بالبطن، نقدي ما كان على الحلفان بالبطن، على طريقه الفكره، طرح الفكره، على طريقه شلون هن بدهم يحلفوا على البطن، طرح المشهد لهي الفكره. شو هي تبع فرات تعال يميني، عاصي تعال يساري، يا بنتي تعي لوراي، طرح الفكره كمشهد درامي، وليس انه شلون بيقولوا تعي احلفي على البطن. انا ما بيهمني اذا يحلفوا على البطن ولا لا، بضل هذا مسلسل دراما. وبزيد من البيت شعر، لما راحت سمية بيت هدول الناس الطيبين، راحت عندهم التجأت لعندهم، يعني هل من المعقول هيك منطقيا واخلاقيا عم نحكي وحده داخله بيتك تيجي قدام امك 3 اشهر وتسمعها حكي وسخ؟ تعرفي صار لي دهر مسلم على هيك تراوة، الله وكيل كله خشب. عارف ما عندك شغل بالمحل؟ ليه تركت الشغل؟ زيكو قال لي في صاروخ نزل على البيت، بدنا نيجي نطمن على سلامة السكان. امشي عاوزتك، امشي. الشخص وسخ قد ما كان الشخص زنخ، قليل ادب، قليل احترام، ما عنده كبير غير الجمل، بس مو ببيتك تسمعها حكي وسخ وهي ببيتك وقدام امك. صراحه يعني ما انه منطقي. لما بتيجي الجاره لبيت هدول الجماعه بده يسمعونا انه الناس مو رضيانين عن الحكومه، بس مو بهالطريقه تبع يلا تمشاية حال، يلا انه بدي يلا خلي يمشوا المشهد هيك شلون ما كان، انه بس خلي تفوت الجاره وتبلش حلوه وطويله وقصيره. اسمعنا، انا عندك وحده حلوه، الحاره كلها عم تحكي عنها، قال جاي وحده اكابر عندي. وينها؟ شبتي ما بيفوت لسانك لحلقك. فوت. شو ما بفوت لساني لحلقي؟ عم اقول لك الحاره كلها عم تحكي. احكي لي منها هي، وشو بدها وليش جاي لعندك؟ كبناء مشاهد درامية في هشاشة من هذا المبدأ، مو كمسلسل ولا ككذا. يعني هلا تعالوا نعتبر لو ما في مكسيم خليل، لو ما في عبد الحكيم قطيفان، لو ما في مازن الناطور، لو ما في سوسن أرشيد، لو ما في غطفان غنوم، جيبوا لي أي ممثلين تانيين ما بيقدروا يطالعوا المسلسل ناجح يا أخي. صدقوني هلا لو مو مكسيم خليل ولو مو عبد الحكيم قطيفان هن الشخصيات الرئيسية أغلبية الحلقات، ما بتلاقي مسلسل يا أخي. يعني ليش لحتى نكذب على بعضنا؟ حتى لو كان هذا المسلسل محسوب على جهة معينة، في ناس كتبت انه بشار اسد دافع لك مدري شو. لك يا اخي بشار اسد بده يترك الدنيا ويجي يركض وراي يدفع لي، شو هالحكي الفاضي؟ وانا هسمع هالكلمتين حطهم حلقة باذنك، يا انا يا بحرقها باللي فيها، غيري لا. تكرم عينك. اما في واحد بيجي بيقول لك انت راكد ورا المشاهدات واللايكات. حبيبي نحن بننزل فيديوهات على اليوتيوب مشان المشاهدات واللايكات والمشتركين، شيء طبيعي يعني، اكيد مو ما عم نزله لحتى انا اتفرج عليه لحالي. الشق الثاني لهذا التعليق، انت راكد ورا المشاهدات. لو انا راكد ورا المشاهدات كنت طبلت له وزمرت له لهذا المسلسل، مو انه بدي اجي انتقده انتقاد بناء، اجي انا والله بدي اركض ورا مشاهدات. كنت طبلت وزمرت، قلت يا لطيف هذا المسلسل ما احلى، الناس كلها كان صفقت لي، الناس كلها كان عملتني اكثر من
تشي جيفارا السوريين. ونيجي لموضوعنا الأساسي اللي هو المقارنة ما فيك تعملها بين هالعملين، بين الزند وبين ابتسم أيها الجنرال، لعدة أسباب. أول سبب والأساسي إنتاجيا، الزند كب عليه ملايين، ابتسم أيها الجنرال يمكن بعشرات الآلاف، تفرق يعني هذا انكب عليه ملايين وهذا انكب عليه عشرات الآلاف، بده يطلع لك عمل غير إن كان من ناحية إضاءة ولا التصوير. أما السبب الفني واللي هو الأهم في ابتسم أيها الجنرال، الممثلين تبع الصف الأول هن اللي عن جد عم يأدوا الدور تمثيلي صحيح، أما التانيين كله عم يمثل، يعني تحسوا عن جد كومبارس. أما بالزند كلهم خريجين معهد عالي، زائد إنه في أستاذ من المعهد العالي فوق ما هن خريجين، في عندهم أستاذ من المعهد العالي لحتى يشوف أدائهم لهدول الممثلين. الكومبارس بالزند عم يمثل أحسن من صاحب الأدوار الثانوية بمسلسل ابتسم أيها الجنرال. ما فينا نحطه كنقطة سوداء بصفحة هذا العمل أبدا، لأنه هدول إمكانياتهم وهدول الممثلين بين إيديهم. فأنا بتمنى تابع الفيديو هذا للأخير لحتى تفهم وتستوعب كلامي اللي أنا عم بحكيه، وتابع قراءتي وتحليلي لمسلسل الزند بالكامل، وبعدين تعرف أنا شو عم بقصد. سلام. مسلسلنا اليوم عمل ضجة إعلامية، مشاهدات بالملايين، إنتاج مد عينك والنظر. المسلسل آخذ ريتينج على جميع منصات المشاهدة 7.5. بتدور أحداث المسلسل على ضفاف نهر العاصي. هلا شلون تشكر نهر العاصي؟ بحسب معتقداتهم إنه كان في تنين كتير 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 كبير، فكان في عاصفة كتير قوية بحسب ما هو بيقولها. قال لي إنه كان فيه تنين كتير كبير، وهالمخلوق الغريب كان طاير بالسما، وصار في عاصفة قوية وبلشت هالسما تبرق والصواعق تضرب من كل مطرح. نعم. انت مجنون ولا بتخرب؟ لا شيء. نزل على الأرض هذا التنين وعمل حفرة كتير 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 كبيرة وغميقة، لدرجة أنه شكلت نهر العاصي. طبعا أحداث المسلسل بتدور بالقرن ال19، يعني ما بين 1800 ل 1900 على ضفاف نهر العاصي. أهل هالضيعة عندهم لكنة خاصة فيهم، هي لكنة أهل الغاب أو سهل الغاب. في كتير ناس تشملها مع اللكنة الساحلية، بتشبهها بس مانا لكنة ساحلية لحال. وبأياماتها الدولة العثمانية بتصدر قرار تنظيم الأراضي، كل حدا عنده أرض يروح يسجلها بالطابو. وطبعا أبو عاصي راح سجل أرضه بالطابو. ليش سموه بالزند؟ لأنه أهالي ضيعة صومع كانت إيديهم قوية وزنودهم عراض. أخذوا قطعة أرض كبيرة وصاروا يشتغلوا عليها، وأراضيهم تكبر وتكبر، وعلى قد ما كانت إيديهن قوية وزنودهن عريضة بلشوا الناس يلقبوهن بالزند. الناس كانت عم تقول شلون بده يطلع من عباية جبل شيخ الجبل، شلون بده يطلع من هي الشخصية جبل شيخ الجبل. تيم حسن من الممثلين الموهوبين، اللي بيقدر يطلع من أسعد الوراق، اللي بيقدر يطلع من نزار قباني، بيطلع من جبل شيخ الجبل. ما أنا شغلة يعني، أنا بسيطة كتير يعني. فبعد ما بيسجل أبو عاصي الأرض بالطابو، أياماتها كان في شيء اسمه باشا. فالباشا كان عنده مرتزقة ياخذوا اتوات من الناس. يعني راحوا عند ابو عاصي بدهم ياخذوا اتوات، يا اما ياخذوا الاتوات يا اما ياخذوا الارض، ويخلوا الناس صاحبين الارض يشتغلوا فيها كمرابعين. راحوا عند ابو عاصي ما كان معه مصاري، قتلوه غدروه. عاصي كان صغير، سحب واحد قلع له عينه وهرب. لما هرب ما بينوا لنا وين راح، وبعد 17 سنه بيرجع عاصي، باعتبار كان عم يخدم بالجيش العثماني يعني، لحتى ياخذ القصاص ويرجع ارض ابوه. بيجوا زلم الباشا لحتى ياخذوا الارض، عاصي ما بيرضى، فبيروح عاصي يطلب من اليوز باشا اللي كان عم يخدم عنده بالحرب انه يحلوا هذا الموضوع مع نورس. بيصير عزيمة عشاء وبيكون مدعو عليها هذا اليوزباشي. فاليوزباشي بيطلب من نورس باشا انه يحل الموضوع مع عاصي، فبيبعتوا ورا عاصي. قعدوا على طاولة وحدة الباشا وعاصي واليوزباشي. طبعا نورس باشا بدهم يصوروا لنا اياه انه هو الباشا الشرير اللي بيقتل بدم بارد. عاصي بينط من الطابق الثالث او الرابع، بينط ما بيصير له شيء، وبيطلع على حصانه والدنيا كلها عم تقوس عليه وما بيصير له شيء. هون بيصير عاصي فراري، فبتدور الاحداث وبتضيع اللي تخبوا فيها عاصي واخته. بيجوا زلم الباشا لحتى ياخذوا منهم اتوات، ما بيرضوا، فبيصير اشتباكات بين اهل الضيعه والمرتزقه. عاصي بيروح بيجمع هالشباب تبع الضيع وبيصيروا معه، وعلى مبدا بيصيروا قطاعين طرق حمولات الباشا، على اساس ان هدول حقهم يعني، لانه الباشا شلحهم اياهم تشليح فهن حقهم.
اوعك تغوص. بذبحها. وصياتك لا تقتلني. اخت عاصي يكون معها مرض معين، بتسعل بيطلع من تمها دم، بياخدوها على القسطخانه، على المستشفى. يعني مين في بالمستشفى؟ الممرضه بتكون دانا مارديني، بنته لباشكات بالمحكمه. باشكات بالمحكمه بيكون معارض للدوله العثمانيه ومعارض للباشوات وللملاكين وللاقطاعيين بشكل عام، بيكون مع الاصلاحيين. عاصي بيدوب بدباديبه، بيموت بحبها. طبعا في بالمسلسل لهجات مختلفه، يعني في لهجات تبع الغجر، ولهجات اللي ما بتحكي بالقاف زياده، يعني بتحكي بالهمزه، ولهجات متوسطه. دش على نفسك يا ابن الزاني. دريب يا اخو العاهرة. فمثل ما فهمنا انه المسلسل له جزئين، فهن بدهم يجسوا نبض. اذا هدول الجزئين لاقوا نجاح رح يعملوا منهم فيلم، اكيد 100% رح يعملوا منهم فيلم مثل ما عملوا بفيلم الهيبة. المسلسل بتشوفه هيك الحتوته تبعه حلوه. بنيجي للشغله الاهم من هذا كلياته. هل تعلم يا عزيزي المشاهد انه هذا المسلسل مأخوذ مستوحى، ما بدي اقول مسروق، من كذا جهه؟ تعال اعدل لك الجهات. اول جهه مأخوذ من مسلسل الثريا، حفر وتنزيل يعني كفكره، وهيك كم فكره منه كمان مأخوذه من اخوة التراب. اما الفكره 99% المأخوذ منها هو فيلم ابو علي شاهين. ما خلوا شيء، مدري بايمت كان 1975. تخيلوا انه خالد تاجة واسعد فضة، هدول الاسامي الكبيره كان لهم ادوار ثانويه، لانه كان البطل اديب قدوره. اسم الفيلم ابو علي شاهين الفهد، هذا اسمه الزند ذئب العاصي. احا هذاك ملقب بالفهد وهذا ملقب بالذئب، عادي، صدفة. طبعا مثل ما كان بفيلم ابو علي شاهين المختار داسوس وخاين، كمان هون كمان خاين وداسوس المختار. ما في حدا جوا، بس شكلهم مالهم زمان طالع. فيهم يبعدوا كثير. خيتوا معها جاز وليد. طبعا هذا كله على المستوى العربي. الشباب واصلين لهوليوود، اخذين اغلب اللقطات واغلب الشخصيات اخذينه من فيلم هوليوودي اسمه تشانجو انشيند لليوناردو دي كابريو. هلا بده يجينا شيء ابن مبطوحه تانية بيقول لك هذا المسلسل عجبنا. هلا هي ما ضلت شغله انه والله بس مثلا نورس باشا انس طياره اخذ شخصيه ليوناردو دي كابريو عمل لها نسخ لصق هون. لا، المخرج سامر برقاوي، عندك 5-6 مشاهد من الفيلم اخذهم من هنيك حطهم هون كوبي بيست. Notice 3 distinct dimples here and here. If I was holding the skull of Isaac Newton or Galileo. في عدم مساواة الأجناس البشرية. بيقول لك الناس مو مثل بعض، دماغنا ما تطوروا مثل بعض. الناس فئتين، فئة النخبة. These 3 dimples would be found in the area of the skull most associated with creativity. Skull of old being unburdened by genius. القليلة المميزة هي اللي بتفكر، تخطط، بتخترع. كل الناس الموجودين على هي الطاولة. والفئة الثانية كتار مثل النمل، عبيد. ولك ومو بس هيك، هنيك بهداك الفيلم الامريكي المخرج بيشارك بالفيلم، وهون اذا بتشوف الشارة بتشوف سامر برقاوي كمان شارك هون بالمسلسل. هنيك المخرج شارك وهون المخرج شارك، حتى بهي تشابه، حتى بهي مسروقة، حتى بهي اخذها، حتى بهي عمل لها كوبي بيست. ليش هالكوبي بيست حبيب؟ فايز قزق، انت استاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، صار لك سنين يا زلمة، معقولة داقت الدنيا عليك بالكاركترات راح تسرق لي الكاركتر تبع خاله لأبو علي شاهين؟ حظي باين عليك جوعان وتعبان يا أبو علي. أم حيدر جيبي لنا شي لقمة لأبو علي. ما ارتحت هلا؟ لا بالله ما ارتحت. ولا تنسي تجيبي معك حليب. لو كنت أنا قيتلة وما أطلع بعيونه يمكن كنت ارتحت. في شي يا خال؟ خذ راحتك يا ابو علي. ما في شيء بيخص المسلسل، يعني ما في خصوصيه لهذا المسلسل، كلهم مأخوذ من هون، مأخوذ من هون، مشهد مأخوذ من هنيك، مشهد مأخوذ من هنيك، فكره مأخوذه، فكره كامله مأخوذه من هنيك. ما في شيء. معقوله نحن بنشوف عكاش مره تانية بالثريا؟ معقول نحن كمان نشوف ابو علي شاهين؟ انا حضرته لفيلم ابو علي شاهين، بتكون مرته كمان بتروح بتقاتل معه بالجبال، فدانا مارديني اكيد راح تروح معه. ابو علي، ابو علي بدي اشتغل معك.
شكله ما تخرف شي انت. مستحيل. ليش مستحيل؟ بدي اخذ بتار ابي من اليوز باشا والباشا. بدي اكون معكم. أفيني أبو كتير. قبل ما تطلع الحلقات 100% رح تروح تقاتل معه. ممثل مثل تيم حسن لازم يكون على دراية بهذا الموضوع. الناس مانا غبية، الناس بتكون عم تتابع. اكيد رح يطلع لنا كم واحد يقول لك المسلسل حلو، نحن عاجبنا، انت شو فهمك وانت شو كذا. انا عم احكي لكم شغلة واقعية، المسلسل مأخوذ من حدا تاني. تيم حسن له اسمه، الناس الموجودين كلها لها اسمها. يعني انت معقولة تيجي تاخذ لي فكرة مأخوذة من هون، فكرة مأخوذة من هنيك، ومشاهد كتير مأخوذة من فيلم امريكي؟ هذا لسه ما حكيت عن الشارة، خبير تفجيرات ناجي طعمي، خبير رقص مدري مين، الموسيقى جايبين لك اوركسترا، الشكر، وزارة الدفاع، وزارة التربية، وزارة الزراعة، الاقتصاد، وزارة مدري مين، محافظة مدري مين، محافظة دمشق، محافظة حلب، محافظة شوفي محافظات بسوريا شكروه، لصاحب الاسطبلات شكروه، لصاحب الكرفانات شكروه. 3 مساعدين لتيم حسن. يعني شارة المسلسل بكفي، شغلات المسروقة بكفي، وليوناردو دي كابريو بكفي. بس إذا بدك تتأكد من كلامي بتروح بتتابع مسلسل الثريا وفيلم أبو علي شاهين الفهد، بتلاقي نفسه بتصور عاصي بالنهاية رح ينشنق، بتصور. ولهون بوصل لنهاية الفيديو. لا تنسوا أبدا الاشتراك بالقناة، فعلوا لنا زر الجرس، تابعوني على الانستغرام شي ضروري، والتيك توك، واستنوا العربجي بالحلقة الجاي. سلام.